السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل لكم طريقة كبد الفراخ بس بطريقة حلوة وجميلة. بصوا معايا هنا حوالي نص كيلو كبد فراخ بس فريش وطازة وحلوة. وهنا معايا توابل ملح وفلفل وكزبرة وكمون وبهارات فراخ ومعلقة صغيرة من الكباب الصيني، ومعايا توم مفروم، ومعايا هريسة معلقة كبيرة، ومعايا ليمونتين، ومعايا خل. ونسمي بالله ونصلي على الرسول كده ونبدأ نشوف هنعمل ايه. طبعا انا عندي الكبدة غسلها حلوة، بص منظرها حلو ازاي. جايباها بصراحة كانت صبحة وحلوة كده وطازة. غسلتها بالجنزبيل والدقيق حلوة اوي عشان الزفارة، وقطعتها وحطيت التوابل دي كلها ملح وفلفل وكمون وكزبرة ومعلقة بهارات فراخ وربع معلقة كبابة صيني ومعلقة هريسة خضر. وهنا معايا معلقة خل كبيرة. كل طبعا التوابل دي كلها طبعا هتخلي ريحة الكبدة طبعا جميلة، مفيهاش اي زفارة. ومعايا هنا ليمونتين اعصرهم. متنسوش اول مرة اشوف القناة كده يشترك وتعملونا بلايك، واللي يجي ان شاء الله قناتنا ينورنا ويشرفنا. حطيت المكونات دي كلها مع بعضها، اقلبها تقليبة كده كويسة واسيبها بقى ايه تتبل كده حوالي نص ساعة. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. في ناس بتسلقها، يعني قبل ما تعملي الخطوة دي بتسلقيها الأول وبعد كده تقطعيها. أنا فضلت إن أنا أعملها كده، لأن أنت لو سلقتها مش هيبقى فيها الصوص الجميل اللي بيبقى جوسي كده وطعمه حلو. هنا معايا بتنجان حوالي نص كيلو، هعمل معاه بابا غنوج. هاخد كده البتنجانية طبعا أكون غسلها حلوة أوي، وأسيب الزر بتاعتها من فوق وأشويها على عين البوتاجاز من فوق. وهنا معايا بصلاية كبيرة مقطعة جوليان، ومعايا نص الصينية اللي انا هعمل فيها معلقتين سمنة كبار او زيت زي ما انت عايزة. سايبة هنا البتنجان يتشوي على البوتاجاز. وبعد كده اخلي السمنة تسخن معايا او الزيت، وبعدين انزل بالبصل. وهنا معايا التوم اللي انا طبعا فرماه، معلقة توم كبيرة. واخلي هنا الزيت يسخن معايا، وبعدين انزل بالبصل واشوحه كده تشويحة لغاية لما يدبل معايا اهو. وبعد ما يدبل معايا كده انزل بمعلقة الثوم. طريقة جميلة وجديدة. عارفين طبعا القيمة الغذائية اللي في الكبدة كلها حديد طبعا، مفيدة جدا لأولادنا. هنا الزيت سخن معايا، وزي ما قلت لك اسيب البصلة تدبل كده معايا، وبعدين انزل بالثوم اهو. انا تعمدت ان انا اعمل البصل جوليان كده عشان يبقى طعمه مسكر كده وتحس كده بطعمه لما بتاكليه في البق كده. تمام. هنا البصل خلاص دبل معايا، انزل بعد كده بالثومة اهو كده خلاص. متسيبوش طبعا يحمر اهو. طبعا الكبدة انا سايباها حوالي نص ساعة في التتبيلة الجميلة اللي احنا عملناها. استحالة استحالة تشملها ريحة زفارة. جربي كبدة الفراخ بالطريقة دي هتعجبك قوي قوي قوي. وان شاء الله كده تكون فيديوهاتنا تحوز على اعجابكم. وهنا خلاص البصل والثوم معايا اصفر. وانزل بعد كده بالكبدة كلها اهو. ريحتها طبعا ما شاء الله حاجة جميلة 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 اهو. واقلب طبعا كويس قوي. يكون عندي فلفل الوان او عندك فلفل اخضر رومي. لو عايزه سبايسي حطي كده قرن فلفل حامي مش مشكله. انا عندي فلفل الوان انا كنت مفرزاه ومقطعاه يعني. استنى بس كده 10 دقايق لما الكبده كده تاخد وتدي مع البصل. شايفين الصوص الجميل ده اللي بقى اللي بقول لكم عليه. وبعد كده انزل بالفلفل الالوان. اصل انت لو سلقتيها وحمرتها مع البصله مش هيبقى فيها الصوص الحلو ده احلى من الكبده ذات نفسها. انا عن نفسي بحب اكل الصوص اكتر من الكبده. ونزلت بعد كده بالفلفل الالوان زي ما حضراتكم شايفين. وهنا خلاص البتنجان شوى معايا. هقولك برضو على طريقة حلوة قوي بتسهلك في تقشير البتنجان. فكرة سهلة وبسيطة. هتقشر البتنجان كده في دقيقة. تجيبي هنا كيس بلاستيك بتاع المطبخ العادي،
وبعد ما البتنجان ما يتشوي معايا احطيه في الكيس وغطيه لمدة حوالي نص ساعة لغاية لما يهدى اهو. لغاية طبعا لما بتحطيه في الكيس هيعرق معاكي وهيبقى سهل اوي تقشيره اهو. وتغطي الكيس دي طبعا طريقة سهلة وبسيطة وهتريحك. وفي نفس الكيس طبعا هتقشريه في يوم ما تدهوليش الدنيا، وسيبيه كده في الكيس لمدة نص ساعة لغاية لما يعرق، وبعد كده تفتحي عليه وهيتقشر معاكي بمنتهى البساطة. خلاص الكبدة هنا خلاص داخلة على السوا، هي مش هتاخد طبعا وقت. وهبتدي بقى اقشر البتنجان بتاعي اهو. شايفين انت بقى سيبيه برضه يبرد عن كده. واول حاجة تقطعي الزرة دي من فوق بالسكينة وبعد كده هيتقشر معاكي بصوا في ثواني اهو. على طول على طول على طول، مش هياخد منك دقيقة بس. وبعد كده تبدي بقى تهرسيه بقى بشوكة اهو. عايزة كمان تحطيه في كبة مفيش مشكلة، بس لما بتعمليه بشوكة كده هيبقى في حتت كده يعني كبيرة، هيبقى ليها طعم، غير لما تحطيه في الخلاط هيبقى زي الطحينة كده كده افضل يعني. بعد كده ملح طبعا وفلفل وكمون وكزبرة وليمون وخل وتوم، طبعا معروف البابا غنوج. طبعا الكمون والفلفل وادي الخل. وطبعا عايز كمية طحينة حلوة عارفين. ودي معلقة هريسة برضو، دي معلقة هريسة خضرة، دي بديل عن التوم لان معروفة طبعا الهريسة عبارة عن فلفل وتوم وخل وملح وادي الليمون. بصراحة أكلة ملهاش حل، أكلة جميلة جميلة جميلة. هنا خلاص كل المكونات كلها فرمتها مع بعضها. وبعد كده احط الطحينة. عايزين كمية طحينة كبيرة قوي اهو. عارفين طبعا البابا غنوج بيحب الطحينة. واقلب وكده خلاص البابا غنوج جاهز معايا. اغرفه في طبق ورش كده شوية شطة على الوش او زيت اهو. شوية زيت كده وشطة تديها طعم طبعا، او بابريكا زي ما انت عايزة اهو. وخلاص كده البابا غنوج جاهز معايا، والكبدة طبعا كمان جهزت معايا. وطبق النهاردة سهل وبسيط وممتع. بصوا المنظر، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جميلة. وخلاص انا غرفتها. بصوا البصل طبعا والبابا غنوج. وان شاء الله يكون فيديو النهاردة بإذن الله حاز على اعجابكم. ماما جلاستيك اهو. واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. ما تنسوش ان شاء الله اللايك والاشتراك في القناة. واشوفكم في حفظ الله.